السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة مع حسن الهلال، ونبدأ كلامنا زي ما تعودنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا تفاصيل كتيرة جدا ومواضيع مختلفة، ولكن قبل ما نخش في التفاصيل دي دعواتنا الجميلة لكل إخواننا في غزة وكل إخواننا في السودان وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي شتى بقاع بلداننا العربية. اللهم احفظ مصر أرضها وشعبها وجيشها. إخواننا المحترمين في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. يسعدنا لو أول مرة حضرتك تشرفنا اللي أنت تشارك في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ويلا بقى نكمل في التفاصيل اللي هنقولها النهاردة. بعض أو الكثير مننا تابع لقاء الفنان إدوارد مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وهكلم حضرتك في حاجات مهمة جدا تتعلق باليوتيوبرز اللي احنا بنتناول أخبارهم. الفنان إدوارد اتكلم عن قصة مرضه وإصابته بالكانسر، وكمان موضوع تركيب الدعامات وجلطة القلب. كل ده جه مرة واحدة، وإدوارد كان عايش طبيعي جدا، ما كانش بيشتكي من أي حاجة، ولكن سبحان الله كل حاجة جت بالصدفة ورا بعضيها. ولكن الفنان إدوارد وهو بيتكلم في قصة المرض ده اتكلم عن حقن التخسيس، وانا هنا بخص بالذكر بعض الناس او اليوتيوبر اللي بيتكلموا في حقن التخسيس او الدعاية ليها او الترويج كمان للدكاترة بتاعت عمليات التكميم وتحويل المسار وحاجات كتيرة جدا. ويمكن اقرب مثال شفناه بعينينا على منصة اليوتيوب هو ام جنى. ام جنى طلعت بتشتكي من بعد العملية الاخيرة اللي عملتها، وان هي سبب في بوظان حياتها تماما، وحياتها انقلبت رأسا على عقب، وكانت عايزة تعدل تحويل المسار ده او تصلح اللي عملته في معدتها. ولكن اللي عايز اقول بالبلدي كده، اللي اتلعب فيه خلاص شكرا على كده. اول ما كانت بتعمل العملية دعاية للدكتور، تختلف ام تتفق معاه، راجل له كامل الاحترام، ولكن انا ما بتكلمش عن الطبيب نفسه اللي عملت عنده ام جنى، ولكن بتكلم عن مخاطر العمليات دي. طبعا بعض الناس الفلوس بتلعب في ايديها، بتبقى عايزة تبص لنفسها وتغير من حالها او من شكلها، ولذلك بتلجأ لعمليات التكميم او حقن التخسيس. ليه لا واحنا بناخد الحاجه دي نعمل دعايه عشان يجي لنا ديسكاونت، عشان ناخد الحاجات دي فور فري، علشان نعمل مش عارف ايه، او يجي لنا فلوس مقابل الدعايه ليها. للاسف الشديد مش كل التطور اللي بيحصل ده، كل حاجه بيبقى فيها تطور بيبقى ليها سلبيات وليها ايجابيات، ويمكن السلبيات محدش بيتكلم عنها في وقت ما بيعمل ترويج للحاجه دي. ولكن بعينينا شفنا ام جنى وهي بتندم على موضوع العملية، شفنا الفنان إدوارد وهو بيتكلم عن حقن التخسيس والناس اللي ماشية ورا اللي هي تخس بصورة بدون عناء وبدون ما تعمل دايت وبدون ما تمارس رياضة. كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه، ولكن في المقابل يوصل للوزن والجسم المثالي عن طريق التدخل الجراحي أو حقن التخسيس دي. فالمهم حصل ان الفنان إدوارد مر 5 شهور على حقن كان بياخدها بصورة يومية، وبعد كده حد من الأصدقاء كلمه عن حقن بتتاخد بصورة أسبوعية، فقال لك انا هستريح بقى من الشكشكه كل يوم والكلام ده كله، واسبوعيا هتبقى ارحم بكتير من يومين. واستمر عليها 1.5 سنة، وبعد كده بدا يشتكي من وجع في معدته، وطبعا ما كانش عنده شعور تام بالجوع ولا الكلام ده كله، وتقريبا حصل له شلل في المعده وفقدت كل الخصائص بتاعتها. وطبعا ده سبحان الله ده كان سبب ان هو يعمل تشيك اب ويكتشف حاجات كتيره جدا، منها الكانسر اللي كان موجود على الكلى. فطبعا ربنا يعافينا يا رب العالمين، ويحرم على اجسادنا واجسادكم شرور الامراض والاسقام، ويشفي كل مريض، ويحسن ختامنا في هذه الدنيا. ولكن انا بكلم حضرتك في عدم الضمير والامانه والمصداقيه. منشئ المحتوى احيانا بيتخلى عن مسؤوليته تجاه متابعينه علشان الكسب بقى والفلوس اللي هتجيله من ورا الدعايه ومن وراء اي حاجه، بدون التحقق منها، بدون ما يكون عنده امانه ويراعي ضميره ان كل حاجه ايجابيه انت بتشوفها ليها سلبيات كبيره جدا، هتستحمل سلبياتها فخلاص كان بها. ولازم تعرف كل حاجه قبل ما تقدم على الخطوه دي. ولكن لما بيتعمل ترويج لحاجه معينه او لدكتور معين، انت بتروح له علشان حاطط في دماغك اللي انت هتوصل او هتخس بطريقه معينه، بدون النظر انك في المقابل في حاجات كتيره جدا هل هتقدر تستحملها لما تحصل في جسمك. دي النقطة والعلامة الفارقة. نروح للموضوع الثاني وهو مرض الحاجة سعدية.
زياد ونيرة نشروا على حسابهم على الانستجرام فيديو قصير بالحاجة سعدية كان بيتركب لها تقريبا كانولا او محاليل تقريبا، والست بان عليها السن وبان عليها البني ادم لما بيكبر في السن اي شوية برد او اي مرض بيبقى عنده هاجس، وخاصة الناس اللي بتعيش طول حياتها يعني بصحتها ما شاء الله، فلما بتوصل للسن ده بيبقى عنده رهبة شديدة جدا من ان هو يتعب او يكون رائد، وطبعا للسن عوامل كبيرة جدا في هذا الاحساس. وتاني هقول لحضرتك ان البني ادم اللي ما يكونش كمان مع ربنا وبعيد عنه دايما الخوف ده بيزيد، حتى لو كان الامر اللي عنده حاجة بسيطة جدا. وزي ما شفنا اللي زياد ونيرة بيطمنوها ويقولوا لها شوية برد يا تيتا مفيش داعي للقلق، ولكن الست قلقانة وتعبانة جدا. انا عايز اقول ومش عايز استغل موقف مرض او تعب اي حد ان احنا دايما ان في امور لازم تتحسم في عيله حوارات بصراحه اثارت الجدل والاختلاف عليها بصوره كبيره الفتره الاخيره، ولكن جه الوقت اللي محدش ضامن عمر، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. احنا بنتكلم بالمنطق بالعقل، في مشاكل لازم تتحل في وجود الجد والجده. قدر الله لو حصل لهم حاجه الدنيا هتتبهدل، لكن لما يكون بارادته هو بيحل المشاكل دي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فده هتفرق معاه جدا جدا جدا. طبعا منها موضوع الاولاد مع باباهم، لازم المشاكل دي تتحل، وان كان في غلط فكل حاجه تتداوى، لان اعتقد ان الكل تشارك في هذا الخطا. وكمان موضوع محمد حوارات لازم المشاكل اللي مع ابنهم تتحل. بين العيله بدات تنقسم احزاب ومحمد واخد ركن، بالاضافه الى اختفاء محمد حوارات الاخير بعد ما طلعنا وقلنا ان هم نازلين مصر. محمد والاء اختفوا تماما، فيا رب يكون هذا الاختفاء خير، ولكن اعتقد ان محمد والاء اتعودوا لما بيغيبوا يوم او التاني ما بينزلوش اي حاجه. فالفتره دي كلها بتبقى فتره انتقال، فتره سفر، مرحله جديده بيبدا التخطيط ليها. فهل محمد فعلا وآلاء موجودين في مصر وهم رجعوا، ولا الموضوع اتأجل زي ما طلعت بعض الأخبار من بعض الناس؟ اما نشوف الفيديوهات اللي هينزلوا بيها أو مع أول ظهور ليهم بعد هذا الغياب القصير ونعرف ايه التفاصيل. أي نعم انت خسرت كتير من احترام وتقدير متابعينك كعيلة بسبب المشاكل الأخيرة، وبسبب ان كنتوا أظهرتوا جانب من الجوانب اللي الناس ما كانتش مدركاها عند منشئ المحتوى. كل حاجة كانت بتطلع بصورة طبيعية أو كأنها طبيعية وكانت خايلة على الناس، ولكن ما وراء الكواليس كان أعظم، وحاجات كانت خفية المتابع بدأ يعرف بعض التفاصيل عنها، جزء من كشف الستر عننا اللي احنا نطلع نفضح بعض. فجه الوقت اللي احنا يعني خلاص خسارة المتابعين مع انها كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هي اقل بكتير من انك تخسر طبعا دينك او تكون قاطع للارحام او في مشاكل ما بينك وما بين اهلك، لان دول هم اللي هتتسأل عنهم. طيب اخر حاجة موجودة معانا اللايف اللي طلعت صدفة بيه من ساعات يعني تحت عنوان خناقة. فصدفة بتتكلم عن خناقة بعض المتابعين من المملكة العربية السعودية، لهم كامل الاحترام والتقدير، وقالت ان في خناقة وان الصدفه لما هتيجي السعوديه هنوريها وهنعرفها مقامها والكلام ده كله. فصدفه بتقول ان انا رايحه السعوديه قريب جدا واشوف حد بس يبص لي بس بنظره ولا مش عارف ايه. فصدفه بتتحدى الناس، طبعا بتقول زي ما في كل مكان في الحلو وفي الوحش، فعندنا في ناس حلوه وفي ناس وحشه، وكذلك في كل بلد، وده حقيقي. ولكن يا ريت نبتعد عن اثاره الجدل حتى مع المتابعين نفسهم. لو احنا شايفين بعض التعليقات السلبيه او بعض التعليقات اللي بتهاجمنا فده امر طبيعي عند اي منشئ محتوى، واي فيديو بيحصل ما بيلاقيش الاتفاق الكامل من الجميع. فكن بينا شويه وما ندخلش نفسنا في حوارات ومشاكل يتاخد الكلام ده علينا بصوره غلط، فنبدا يبقى يكون في حساسيه ما بيننا وما بين بعض اخواننا في المملكه العربيه السعوديه. صدفه في اللايف ده قالت اللي انا الناس بيسالوها عن ردة فعلها على حمل هدى، حابين نقول لها الف مبروك. قالت اللي انا بشرتهم وكمان بشرت ياسمين. انا اعتقد بصوره كبيره جدا ان ياسمين فتره قريبه وتطلع تعلن خبر المنتظر بالنسبه لها زي ما طلعت هدى بالكلام ده. هم بس لازم يحدث لك شيء من الجدل قبل ما يطلع يعلن الموضوع ده، مش بسهوله هنطلع نتكلم في التفاصيل. صدفه يعني ان في شيء من التاكد عندها، هي مش موضوع بشاره او موضوع ان هي بتتفائل بحاجه. وانا افضل دايما ان اي حد
يعني ما يعلنش عن المواضيع ده اول حدوثها، لانه انتوا عارفين كلام كتير جدا بيحصل. الاخير اللي كان عند ياسمين لما فقدت الجنين والتجهيزات اللي احنا شفناها، دي من الامور اللي بتكون غلط جدا عند منشئ المحتوى. بيبقى الست بتبقى لسه في مرحله الحمل وبنشوف التجهيزات والحفلات والمواضيع اللي ملهاش اي لازمه، وبنسبق بحاجات كتيره جدا قبل ما نطمن وقبل ما نتاكد من اي حاجه. اي نعم ان ده شيء من شغلهم، ولكن مش حوار داري على شمعتك تقيد. على قد ما احنا نستبق الاحداث، ما نتاجرش بكل حاجه بتحصل عندنا. ده موضوع حمل. طب عندك فيديوهات الحمل بقى الكتيره اللي بتيجي ورا بعضيها، ومحتوى جه من السماء بالنسبه للمتابعين. وطبعا اي عنوان فيه كلمه الحمل والجنين والمولود والتجهيزات والحوارات دي كلها بتجيب مشاهدات عاليه جدا، ولكن في مقابل المشاهدات دي انت العين بتكون عليك، بتتحط تحت ضغط. احنا بنقول لا، ان الافضل ان البني ادم لما يتاكد من الحاجه ويكون مستريح يطلع بعد كده يعلنها للمتابع. المتابع لا يجبرنا ابدا ان احنا نسارع باي تفصيله تحصل في حياتنا قدامهم، ولكن انت اللي دايما بتحاول تستغل الكلام ده، لان ده بيكون محتوى بالنسبه لك، او انت شايفه ان هيزود المشاهدات اللي عندك. ده كمان بتاع صدفه الناس بيسالوها عن بناتها، لان من بعد مرض البنت الصغيره والبنت اختفت عن الانظار، حتى ان صدفه ما اتكلمتش في اي حاجه بعد ما قلقت الناس على حاله البنت الصغيره. فالناس سالوها هم فين بناتك ولا انت رمياهم فين؟ فقالوا لا، البنات رمياهم في الاوضه اللي جوه. بين متاجره منشئ المحتوى وتطفل او فضول المتابع، يا جماعه لازم كلنا نحترم بعض. نعم ان اللي بيدي طرف الخيط ده هو منشئ المحتوى نفسه بمشاركه اي حاجه، لدرجه ان لما كريم العرباوي غاب عن الانظار بدات الناس تسال عليه وتشكل ضغط على صدفه هي مش حابه تتكلم. وطبعا الناس بتبقى بتستشف ان بيبقى في مشاكل طالما اختفى العرباوي الفتره دي كلها. لا يخص المتابع التفاصيل الدقيقه في حياته الشخصيه، لكن برضو انا بقول لمنشئ المحتوى لازم يكون عندك شيء من الخصوصية دي، علشان ما تشتكيش بعد كده من فضول الناس، من سؤالهم أسئلة قد تحرجك في بعض الأوقات. هي علاقة ما بين المتابع وما بين منشئ المحتوى. في النهاية عزيزي المتابع، بتمنى لكم دوام الصحة والسلامة والعافية، واشوفكم في لقاء آخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.